يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. اليوم رح نعمل مع بعض سلطة المشاوي التركية، أو اللي بسموها بتركيا سلطة الإزمي. سلطة حارة كتير زاكية، بيقدموها دايما جنب المشاوي. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معنا هون خضار السلطة اللي هي حبة بصل، يكون البصل الأحمر، حبة فلفل خضرة حلوة، وفلفل أحمر حلو، وعنا الفلفل الحار. أنا هون حطيت 3 قرون، ممكن تزيدوا حسب رغبتكم كيف بتحبوها حارة كتير أو لا. ومعنا 4 حبات طماطم وسط، ونص ضمة بقدونس، وهدول بدنا نفرمهم كتير ناعم. أنا رايحة أفرمهم، وتعالوا نشوف بعد هيك، بعد ما فرمتهم شو بدنا نعمل. هاي فرمهم الناعم، كل المكونات اللي قلت لكم عنها فرمتها كتير ناعم وحطيتها بالطبق. هلا بدنا نعمل الصلصة. معي هون عصير ليمونة كاملة، ومعي ربع كوباية زيت زيتون. بدنا نحط عليها سن تومي مفروم ناعم، ومعلقة صغيرة من دبس الفلفلة. معي هون البهارات اللي بنستخدمها، معلقة صغيرة من كل من السماق، الفلفل الأسود، النعناع الناشف، والشطة المجروشة، والملح. نديرهم كلهم على الليمون وزيت الزيتون، بنحرك كتير منيح. أنا شفت القوام شوي مرق، هون لازم يكون أسمك من هيك، فقمت ضفت معلقة صغيرة من دبس الفلفلة وحركتهم كتير منيح، وهيك وصلنا للقوام المطلوب. هلأ بندير الصلصة على السلطة، ونحرك المكونات مع بعض كتير منيح حتى تتجانس الصلصة مع الخضرة. هي قوامها بيكون جوسي، لأنه لما تخرطوا أو تفرموا الخضار كتير صغير لازم تنعموها بحيث كل ميتها تنزل، لأنه هاي السلطة بتتغمس تغميس مع المشاوي، فبتكون ميتها نازلة وصلصتها نازلة وبنحطها بطبق التقديم، وبندير عليها زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون كميته مثل ما بتحبوا انتو، حسب رغبتكم، كتروا تقللوا زي ما بدكم. وبس وخلاص، هي كانت وصفتنا لليوم. جربوها كتير جنب المشاوي، سلطة كتير طيبة. إذا عندكم أي سؤال وأي تعليق يا ريت تحطوا لي إياه بالكومنتات أسفل الفيديو، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصحابكم، ودعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية.